لو حسبتيها بالورقة والقلم هتطلع اوفر من اللي انتي بتجيبيها من بره مليون مرة. تعالي بقى بحق علبة صغيرة هنعمل علبة كبيرة بالشكل دوت كده من النوتيلا الاقتصادية في الخلاط، وهتطلع طعمها حكاية. اول حاجة معايا حاجة بتتحط على النار، هبدأ انزل بنص كوباية من الحليب واحط عليها نص كوباية من السكر. معايا هنا معلقة صغيرة من طعم البندق بتتباع عند العطار، ومعايا هنا كوباية من الشوكولاتة وزنها 100 جرام. وطبعا علشان خاطر تشوفي وزن الشوكولاتة قد ايه، هما 6 مكعبات من الشوكولاتة سما، تقدري تجيبيها من اي سوبر ماركت متوفرة. كسرتها بالشكل ده عشان احطها جوه الكوبايه واوريكي وزنها قد ايه. بعد ما كسرتها رفعتهم على النار، هدوبهم كلهم مع بعض بالشكل دوت كده، وهسيب بقى الخليط دوت يهدى شويه. وتعالي معايا في شفشق الخلاط نحط بقيه المكونات. معايا بقى كوبايه من الحليب، هنزل عليها بنص كوبايه من اللبن البودر ونص كوبايه من الكاكاو الفاتح، وكمان هنزل بنص كوبايه من الكريمه. في الوقت دوت بقى هخلط كله مع بعض، وهنزل بقى هنا بالخليط اللي ضربناه اللي حطيناه مع بعض على النار. في المرحله ديت بقى هنزل بالزيت، والزيت اللي انا مستخدماه يكون زيت ملوش ريحه عشان يديكي نتيجه كويسه. الزيت كوبايه ونص من الزيت. هبدأ بقى اللي انا انزل بيه سرسوب رفيع لحد ما تتقل معايا بالجمال دوت كده.